بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين. تحياتي ليكم. النهارده 14 رمضان ل 1444 2023 هجرية، اللي موافق النهارده 6/5/4/2023. معاكم المهندس أحمد مصطفى، شركة الشرق الأوسط للاستثمار والتطوير الزراعي، أصحاب حقوق الملكية الفكرية لبولونيا الشرق الأوسط 001 اللي من أصول استرالي. يا حضرات، كل حاجة وكل نبات ربنا سبحانه وتعالى خلقه، أو أي نبات موجود على كوكب الكرة الأرضية ليه دولة وليه منشأ وليه كود نمبر. في الجديد ليه دولة وليه منشأ وليه كود نمبر. ما ينفعش إن أنت تسمي البولونيا بأسامي أشخاص، لا يصلح. العالم بيضحك علينا. دي اسمها بولونيا الشرق الأوسط 001. ليه يعني كده؟ دي ليها حقوق ملكيه فكريه، ليها DNA معتمد بسلاله ماشيه، دي امهات اصليه معروفه هي جايه منين ومصدرها منين، عشان نعرف نعمل ونربي ونستوطن الفكره دي في مصر. احنا بقالنا شغالين من 2008. انا كنت زي ما انتم كنتوا عارفين ان انا كنت عقيد قوات مسلحه، خرجت اخر 2014، يعني ابتديت حرفي من 2017. الباشمهندس بيطلع بنفسه، وديت من الحاجات اللي هي ممكن تزعل، لان احنا اللي اصحاب الشغل، فاحنا الحاج يحيى، فاحنا اللي عارفين ازاي. ادي دي اهي بجدرها اهي. طيب نطلع اللي بعدها اهي. دي انا بالنسبه لي احسن من اللي هو طلعها، يعني دي بالنسبه لي بالتقسيه دي احسن من اللي هو طلعها. ديت الجدر بتاعها مش هيبقى عامل زي دي جدرها من البولونيا، الجذور بتاعتها وداديه، ما بتحبش الكياس العريضه، بتحب الكياس الطويله، فتلاقي الجدر بتاعها اتمد وتخن. انا بقولها لايف. انا معاك الحاج يحيى، وعجبني شغل الباشمهندس احمد مصطفى، وان شاء الله احنا هنبقى مع بعضينا على طول. مش هو النهارده بس، لا ده انا هاجي على التوالي واكلم اصدقائي. تنور الدنيا. ده انت الله يخليك. انا بحب جدا بتوع اسوان، هم اولاد عم الشراجوه زي ما بيقولوا. سعادتك شفت الخشب، واحنا شفت الخشب طبعا، وشفت الباركيه وكل انواعه، وشفت الكونتر وشفت القشره وشفت الالواح. وانا بحب بتوع الشرقيه والزقازيق بالذات. يا جماعه حافظوا على مصر، حافظوا على السلاله، ما تمشوش ورا الشائعات، ما تمشوش ورا اي كلام. خلينا في اللي فعلي، في اللي انتج. عندك اي شجر، عندنا المصنع وبينتج. الشتله موجوده والشمس والارض موجوده، اهم حاجه تزرعها في المكان الصح والسلاله تبقى صح. تحياتي ليكم وكل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم.